بسم الله الرحمن الرحيم. باشمهندس باسم هشام معاكم ومكملين النهارده مع بعض في شرح بعض الحاجات اللي ممكن تفيدك جدا وانت بتستخدم درايف ووركس. والمجموعة الفيديوهات دي ان شاء الله هنتكلم فيها على بروجكت سامبل كتير، بحيث ان انت لو عندك نفس الاندستري او بتشتغل في نفس البرودكت تبدأ تعرف ازاي تستخدم الدرايف ووركس اكسبريس او الدرايف ووركس عموما بالافكار اللي موجودة او اللي هنعرضها في كل البروجكتس اللي قدامنا دي. وزي ما عملنا المرة اللي فاتت هنفتح برضو الويب سايت الخاص بدرايف ووركس، هنلاقي ان احنا عندنا هنا سامبل بروجكتس كتير. اتكلمنا المرة اللي فاتت على الكونفاير، والنهاردة جه دور الكاب بورد. لو دي اول مرة تتابعني ما تنساش تعمل سبسكرايب، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. وان شاء الله النهاردة هنعرف التيبس والتريكس اللي موجودة في الكاب بورد. ويلا بينا نفتح سوليد ووركس. طيب انا فتحت سوليد ووركس كده وهعمل ران للبروجكت. تعال نشوف مع بعض ايه الحاجات اللي موجوده في البروجكتس ده وايه الحاجات اللي احنا نتعلمها في الكونفيجريتور اللي موجود قدامنا. اول حاجه طبعا ما كانش موجود عندنا المره اللي فاتت الاوردر نمبر. فكره الاوردر نمبر مهمه جدا ان هي تبقى موجوده، فطبعا دي حاجه كويسه جدا ان انت تعملها في البروجكت بتاعك. فاحنا هنا مثلا ممكن نخليه دي 1. البوزيشن نمبر هنحدد اي بوزيشن، هو بيقول لك حتى الستبس 1 لحد 99 نخليها 50 مثلا. الهايت نفس الفكره، خلاص خدنا فكره الورنينج مسج وخدنا فكره الرينج اللي انت بتحدده لليوزر عشان تبقى ضامن ان هو هيختار الفاليو الصح وما يبقاش يعني يحط دايمنشنز او فاليوز تكون ابعد او الماستر موديل بتاعك ما يتقبلهاش. فاحنا هنا مثلا من 400 ل 1500 ممكن نخليها 900. الويتس ممكن نخليه 1000. الدبس ممكن نخليه 500. تمام. فكرة جديدة برضو عندنا دلوقتي في الكاب بورد هي فكرة الماتيريال، ان انت ممكن تطبق اكتر من ماتيريال طبعا على حسب البرودكت. انا بس الفكرة كانت من الفيديوهات دي ان انا بعرض لحضرتك الكونفيجريتورز المختلفة. وطبعا احنا هنا بنستخدم درايف ووركس اكسبريس. انا شرحت الكورس بالكامل قبل كده، فانت مش هتتعب في حاجة. انا بس بعرفك الافكار، انت المفروض خدت الكورس، فبعرفك الافكار اللي تقدر تستخدمها في الاندستري بتاعتك او في البرودكت بتاعك. لو البرودكت بتاعك بيقبل اكتر من ماتيريال فدي تقدر تستخدمها برضو باستخدام الدرايف ووركس اكسبريس. احنا هنا مثلا ممكن نخليه بيتش مثلا. والدور ستايل عندك اكتر من دور ستايل. الحاجات دي انا متاكد ان هي هتلمس معاك افكار عشان تبدا تستخدمها في الاندستري بتاعتك. والهاندلز عندنا اكتر من نوع من الهاندلز، واتكلمنا المره اللي فاتت على جزئيه هنا مختلفه عن ده، لان ده كده الهاندلز ستاتيك ريبليسمنت. طبعا اللي خد الكورس هيفهم انا قصدي ايه كويس. فاحنا هنا هنختار مثلا الشيكر نوب ونعمل كرييت. هنستنى برضو شوية. طبعا اللي بيشتغل في مجال الأخشاب عموما واللي بيعمل الحاجات زي كده التفاصيل ما بتنتهيش، ان هو يعمل ايديت كل شوية لنفس الحاجة. الموضوع ده ما بينتهيش، فهو بيضطر طول الوقت ان هو يعدل اكتر من مرة الديزاين عشان يعمل كابورد واحدة، او هيعمل منها كمية فلازم يعيد تصميم تاني الاجزاء كلها ويعمل دروينج تاني من اول والاسمبلي تاني من اول. طبعا باستخدام سوفت وير زي درايف ووركس اكسبريس اظن الموضوع مفيش اسهل من كده. وزي ما قلت لحضرتك قبل كده ده فور فري مع السوليد ووركس لايسنس. طبعا هو بيفتح دلوقتي الدروينجز بتاعه البارت وبيعملها، ودي حاجه مهمه جدا برضو في الجزء او الاندستري الخاص بالاخشاب، لان انا ببقى عايز الابعاد بتاعه كل ضرفه لوحدها عشان كل واحده هتتصنع لوحدها. فطبعا دي مهمه جدا ان هو يعمل لي سيبريت دروينج لكل بارت انا عايزه. طبعا الكلام ده انا هكون محضره قبل كده، اللي خد الكورس طبعا هيبقى عارف انا قصدي ايه. يعتبر كده خلص، هو بيعمل اخر دروينجز اهي. هيعمل ابديت بقى للاسمبلي كامل. طيب كويس. طبعا احنا هنا برضو بنتكلم في عدد بارتس الى حد ما كبيره نسبيا. تعال نعمل هايد مثلا للضرفه دي. طبعا زي ما حضرتك شايف الاجزاء كلها موجوده والكومبوننت كلها زي الفل بالمسامير بكل حاجه. انت مش محتاج تتعب ان انت تعيد الكلام ده تاني. الفكره بس اللي عايز اوضحها ان انت خلي بالك
ان عدد الارفف ده مربوط بالهايت، فكل ما الهايت يزيد هتلاقي اوتوماتيك ان عدد الارفف ده بيزيد على حسب الهايت. فطبعا دي حاجه كويسه جدا. الحاجه اللي عايز اتكلم فيها برضو تاني هي فكره ان انا لاحظتها والدروينج شغاله، ان انت لما تيجي تفتح الدروينج كده طبعا بيل اوف ماتيريال موجود. طبعا دي حاجه كويسه جدا. وعندنا هنا تو شيتس. طبعا الكلام ده كل اللي انا بقوله ده هي مجرد افكار انت بتحطها في دماغك ان انت ممكن تستخدمها في البرودكت بتاعك. انا مش عايز اقعد اعيد واكرر النقطه دي. هنا بقى عندنا تو شيتس. الشيت التاني هو الاكسبلودد فيو. طبعا دي حاجه كويسه جدا ان انت تكون محضرها. طبعا دي الدروينجز اللي موجوده عندي. انا في حاجه لاحظتها واحنا بنعمل جنريت كده، ايوه، حته البروكن فيو فكره جميله ان انت تستخدمها في الدروينج، وخصوصا لو عندك الطول بيتغير، وبالتالي انت مش هتتعب. خلاص انت هتعمل بروكن فيو، مش هتبقى يعني ايه، مش هتبقى مهتم قوي بالطول بتاع البارت بتاعك، لان انت دايما هيتعمل له بروكن وهيحط له بس الدايمنشن. فمهما كان الفيو طويل انت مش هتبقى قلقان ان هو ممكن يطلع بره الدروينج شيت. بالعكس انت اوتوماتيك كده يحصل له بروكن، وهتبص تلاقي ان الدايمنشن بيتحط اوتوماتيك. فدي حاجه كويسه جدا ان انت تستخدمها في الاندستري بتاعتك. لو لسه ما بتستخدمش الديزاين اوتوميشن تولز ولا الدرايف ووركس انت فايتك كتير. ان شاء الله هنزل فيديوهات كتير وهشرح تيبس وتريكس في المواضيع اللي ليها علاقه بالديزاين اوتوميشن، وخصوصا الدرايف ووركس مع السوليد ووركس. اشوفكم فيديو جديد على خير. سلام عليكم.